الرجل الصومالي يضرب المرأة الصومالية ليعرض قوته ويفرع عضلاته. يعتقد إنه هذه المرأة امرأة ضعيفة مهمشة، بحيث إنه الطرف الآخر يستخدمها كوسيلة لإظهار قوته. هذا كلام غير صحيح. المرأة الصومالية امرأة قوية ممكنة. مرحبا أصدقائي، أتمنى تكونوا بألف خير. معكم منى من قناة منى كورنر. اللي ما يعرفني أنا منى من مواليد السعودية، انتقلت للصومال من فترة 4 سنين. في هذه الفيديوهات بشارك معاكم تجربتي واستكشاف البلد. فاللي حاب هذا المحتوى يا ريت يضغط الإعجاب ويشارك المحتوى مع أصدقائه في وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه هذا بيدعم ويفيد القناة كثير. طبعا زي ما شفتم من عنوان الفيديو حشارك معاكم يعني تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة اللي منتشرة عن الصومال في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في الفيسبوك ومنتديات. طبعا يعني خاصة فيما يتعلق في موضوع الزواج. فبإذن الله تعالى حابة أن أوضح بعض النقاط. في منشور أنا صادفته في الفيسبوك كان يتكلم عن الزواج في الصومال، عن التعدد، وكيف أن الرجل الصومالي محظوظ بأنه مسموح له التعدد ما إلى ذلك. فيعني أنا يعني اعتقدت إنه يعني هو مجرد مزحة أو مجرد يعني دعاية. يعني تعرف وسائل التواصل الاجتماعي بتنشر بين كل فترة وفترة يعني بعض السكتشات أو بعض الأشياء عن بلدان معينة. لكن اللي صدمني إنه يعني في بحث لي يعني كنت حابة أعمل موضوع للقناة عن بعض العادات والأشياء في الصومال، لقيت بعض المفاهيم، نفس المفاهيم أو نفس الموجود في البوست اللي كان على الفيسبوك. حشارك معاكم صورة البوست على الشاشة، سكرين شوت حتشوفوه، موجود في كذا منتدى من المنتديات العربية. طبعا يعني أكيد طبعا هي منتديات يعني خالية من يعني من الموضوعية، من المصداقية، لأنه الكل يعني إذا لاحظت دخل في كذا منتدى أو كذا موقع حتلاقوا نفس الكلام، نسخ لصق عن الموضوع اللي هو الزواج في الصومال وعادات الزواج في الصومال. الشيء اللي صدمني أكثر إنه يعني إنه الموضوع هذا مو فقط يعني كتابيا موجود في وسائل التواصل الاجتماعي أو موجود على منتديات أو مواقع عربية، لا، إنما إنه في بعض القنوات. يعني أنا لاحظت مقطع فيديو، إذا أحاول يعني أحط لكم الرابط أو أحط مقطع من الفيديو بيتكلم عن موضوع الزواج في الصومال وعادات غريبة أنا ما بحياتي سمعت عنها. طبعا هو برنامج مصري شهير وبيقدموه مجموعة من السيدات، يعني مشابه لكلام نواعم. فأتوقع اسمه نفسنا. ماني فاكرة اسم القناة، بس أنا أحط زي ما قلت لكم الرابط أو أحط مقطع إذا تيسر لي. فيعني كان شيء جدا غير طبيعي، وأنا يعني كنت جدا مذهولة. إحنا في 2022 إلى الآن في بعض الناس بيظنوا أو ماخذين مفهوم مغلوط عن الصومال. طبعا أنا كاتبة بعض المفاهيم هذه أو يعني رؤوس أقلام على أساس ما أنساها. فالمفاهيم اللي قاعد يروجوا لها في وسائل التواصل الاجتماعي عن الصومال، طبعا خلينا نتفق على نقطة إنه الصومال مظلوم إعلاميا، خاصة من الدول العربية، بحيث إنه يعني يصور على بلد ضعيف وبلد مر بمجاعة، يعني قائمة من يعني المفاهيم الكثيرة. لكن هذه المفاهيم اللي أنا يعني بالتحديد هي تتعلق في موضوع الزواج، وهي مفاهيم خالية من الصحة. يعني صحيح الصومال تعرض لفترة المجاعة، صحيح الصومال نوعا ما يعني ما تعتبر دولة غنية بالموارد، لكن يعني تعتبر فقيرة نوعا ما. لكن يعني هذا يعني عوامل كثيرة أنا ماني حابة أخوض فيها. لكن إنه موضوع يعني المفاهيم أو العادات هذه اللي موجودة عن الزواج، موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، لا أساس لها من الصحة بتاتا. فعشان كذا كان لازم إنه يعني أوضح أو أرد على بعض هذه العادات وهذه المفاهيم المغلوطة اللي تنشر وتروج عن الصومال. أول هذه المفاهيم هو يعني الأساس في هذه المفاهيم اللي هو فيما يتعلق في الموضوع عن موضوع الزواج في الصومال، إنه الزوج يضرب زوجته في ليلة الدخلة. ما أدري هذا المفهوم أو هذه الشائعة أو هذه النقطة من فين جاءت، ما أعرف. ما شفت أحد صومالي اتزوج وضرب زوجته في ليلة الدخلة. المرأة الصومالية بطبيعتها امرأة حرة أبية، تفضل إنها تكون مطلقة، تفضل إنها تكون منفصلة، أم عزباء، يعني تربي أطفالها لوحدها، على إنه تتحمل ذل أو تتحمل
يعني جور أو ظلم من الطرف الآخر، فما بالك إنه يصير هذا الشيء في بداية الزواج. يعني هذا المفهوم ما له أي أساس من الصحة، وبيروج في وسائل التواصل الاجتماعي. وللأسف حتى إنه زي ما قلت لكم مقطع الفيديو اللي أنا شفته، يعني إعلاميات شهيرات في مصر بيتكلم عن الموضوع هذا على إنه يعني موضوع يعني إنه شيء دارج، وإنه مو يعني يا ريت حتى لو قالوا إنه قديما يعني كنا قلنا بلعناها، لا، بيتكلم على إنه الشيء هذا إلى الآن مستمر، وإن إحنا لسه في العصر الحديث إنه كل زوج صومالي أول ما يتزوج زوجته أو يتزوج المرأة اللي اختارها إنه يقوم بضربها في ليلة الدخلة حتى يبين لها إنه قوي. يعني أين العقل؟ أين التفكير؟ كيف يعني إنه أحد يصدق مثل هذا الكلام؟ احنا في 2022، المرأة الأفريقية من أكثر النساء قوة. مين المرأة اللي راح ترضى إنها يعني تنضرب في ليلة دخلتها أمام الملأ فقط لإثبات قوة الطرف الآخر؟ يعني ما أدري كيف على أي أساس روجت هذه الفكرة أو الشائعة، مجرد إنه يعني صرنا نردد مثل البغبغانات، صرنا نردد بعض الأفكار ونطلق الأحكام على الناس من غير ما يكون في عندنا أي دليل علمي أو أي برهان أو شيء يثبت هذا الشيء. فللأسف إنه كثير من المواقع العربية بتروج لهذا الشيء، إنه من عادات الزواج في الصومال. أنتوا بس اكتبوا في جوجل عادات الزواج في الصومال حتلاقي إنه الزوج يضرب زوجته. ما أدري من فين جاء هذا الكلام هذا، من فين جاء المصدر الشائعة هذه، ما أدري، لكن بتروج على أساس إنه هذا الشيء حادث وواقع في الصومال. وللأسف لا، ما بيقولوا قديما، لا، بيقولوا إنه شيء مستمر. يعني أنا ما أعرف فين الناس، فين عقولهم، فين يعني إذا كان يعني إيش كان المثل، أنا ناسي، إذا كان اللي يكتب يعني غير عاقل، فين اللي يقرأ ويستمع؟ طبعا اللي يسمع مثل هذا الكلام إنه الرجل الصومالي يضرب المرأة الصومالية ليعرض قوته ويفرع بعضلاته، يعتقد إنه هذه المرأة امرأة ضعيفة مهمشة، بحيث إنه الطرف الآخر يستخدمها كوسيلة لإظهار قوته. هذا كلام غير صحيح. المرأة الصومالية امرأة قوية ممكنة، وصلت إلى مناصب وتقلدت مناصب وأدوار لم تصل إليها المرأة في الدول العربية بتاتا. المرأة الصومالية نائبة في البرلمان، المرأة الصومالية تاجرة، المرأة الصومالية وزيرة، ومؤخرا كانت يعني تترشح لمنصب الرئاسة. فامرأة في هذه القوة وفي هذه المكانة، هل يخيل إليك إنه فعلا حتنضرب من الرجال مجرد إنه إيش يستعرض عضلاته عليها؟ فين إحنا؟ يعني شيء غير لا يقبل العقل. يعني مجرد إحنا بعض صناع المحتوى أصبح يردد بعض الكلام، ممكن يعني البحث عن المشاهدات أو الإعجابات، أو يعني أو يعني هي طريقة لاستسهال الموضوع. يعني الواحد بدل ما يبحث يعني عن معلومة، صار مجرد إنه يردد المعلومة بحيث إنه خلاص إنه المعلومة هذه منشورة في السوشيال ميديا معلومة صحيحة، ما لها أي أساس من الصحة. المرأة الصومالية امرأة قوية ممكنة حرة أبية، ما هي وسيلة للرجل يعني أي رجل، فما بالك بالرجل الصومالي إنه يعرض قوته ويستعرض قوته وعضلاته من خلال إهانتها أو من خلال تهميشها. بغض النظر كمان الرجل الصومالي رجل لا يعني مستحيل إنه يعني يقوم بمثل هذا الشيء. مين هذه المرأة اللي راح ترضى بهذا الشيء؟ والرجل الصومالي مستحيل. يعني أنا كامرأة صومالية صانعة محتوى من واجبي إني أتكلم في هذا الموضوع وأدحض هذه المزاعم، وأقول من الآن من هنا وبقول إنه ما في أي أساس من الصحة على هذه الادعاءات والافتراءات اللي بيروج لها البعض من غير أي دليل علمي، من غير أي مستند يعني أو تجربة. ناهيك إنه الرجل الصومالي يقوم بفعل المستحيل، من حيث إنه يستطيع الزواج بهذه المرأة. يعني بيروح يجيب أهله، بيروح مو فقط أهله، لا، حتى بيضطر يجيب عشيرته، قبيلته، ناس يعني يدعموه أمام الإنسان هذه اللي راح يتزوجها. يعني إنسان بيبذل الغالي والنفيس. معروف أيضا الرجل الصومالي يعني كل بلد لها عاداتها، لكن الرجل الصومالي يتكلف بمصاريف العرس كلها. يعني في بعض البلدان العريس بياخذ جزء والعروسة يعني بتاخذ جزء، الرجل الصومالي بيتكلف المصاريف العرس والزواج كلها. بيتكلف أيضا حتى في بعض الحالات إنه بإنفاق والصرف على أهل العروسة.
يعني رجل بهذه الصفات وبيقوم بهذا الاشياء هذه كلها في سبيل ارضاء هذه المراه، يقوم يضربها في ليله الدخله بحيث انه يبين قوته. فين العقل في هذا الكلام؟ Help me. Help me. المفهوم الثاني او طبعا البوست اللي شفته في الفيسبوك ولقيت انه يعني منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، انه الزوج الصومالي او الرجل الصومالي محظوظ بانه رجل يعني متاح له التعدد. طبعا احنا ما حنتكلم عن التعدد انه حرام حلال او ليش او لا، احنا ما بنتكلم عن هذا الشيء، بنتكلم عن كعادات الزواج في الصومال. بيقول البوست انه الشاب الصومالي يتزوج في سن 17 او 18 واذا ما تزوج يجلب هذا العار. طبعا هنا في الصومال صحيح في شباب يتزوجوا يعني بشكل باكر، يعني احيانا قبل ال20، لكن هذا مو الكل، ما في شيء يعمم على الكل. لكن يقول لك انه بعد ما يتزوج اول زوجه له ويختار الزوجه الاولى له، ياتي في بعد ما تولد زوجته الاولى تاتي امه تجلب له زوجه ثانيه هديه. يعني بعد ما يتزوج الزوجة الأولى وتجيب له مولود، بعد كذا تأتي أم الزوج تجيب له إهداءه، تقوم بإهدائه زوجة ثانية من اختيارها. يعني ما صار زواج، صار أنا عارفة ما صار زواج، صار هدايا وما هدايا. والأدهى والأمر إنه بيستمر الكاتب البوست هذا بيقول: أما الزوجة الثالثة فمن العادات والتقاليد انه يحتفل الرجل الصومالي بعيد ميلاده 30 بزوجة ثالثة، يعني صار 30 صار في عنده زوجة ثالثة، وما يمر عليه 40 الا وهو مكمل الأربعة. فيعني ما ادري البوست هذا اللي كتب البوست هذا فين كان عقله. ولاحظ كذا، يعني ما ادري اذا مر عليكم انه الرجل الصومالي محظوظ بالتعدد. احنا ما بنتكلم زي ما قلت عن مشروعية التعدد حكم ما الى ذلك، احنا بنتكلم عن الواقع في المجتمع. هذا ليس من عادات الصومال، يعني انه ما في من عادات الصومال انه الرجل يتفاخر بالتعدد. الرجل يحب التعدد سواء كان صومالي او غير صومالي، الرجل بطبيعته يحب التعدد، لكن هذا الشيء بيكون فردي، شيء اختياري بيكون من الشخص، لكن لا يعمم على انه هذا الشيء من عادات الصومال، انه زوج يتزوج الاولى ثم تهدى له زوجه ثانيه، ثم تجي الثالثه عيد ميلاده 30 والرابعه قبل ما يبلغ ال40. حاشا، ما صار هذا زواج، صار هدايا، صار جاتو، صار ايش ما ادري ايش اسميه الصراحه. فكان جدا جدا مسخره، يعني الردود اللي تحت البوست كمان: انا اريد ان اتصومل، انا اهاجريه. ما في احد حتى شغل مخه وقرر انه يقول انه يا جماعه انه احنا فين، احنا في القرن ال20، مو معقول مثل هذه الاشياء. فالبوست كان جدا مستفز. انا حسيت انه يعني في البدايه انه كان بوست فيسبوك، فما حبيت اني ارد او انه يعني اعطيه اهميه، لكن انه لاحظت انه الشيء هذا فعلا منتشر في يعني مواقع عربيه. وللاسف زي ما قلت لكم المقطع الفيديو حدرج لكم هو انه بعض حتى القنوات العربيه اعلاميين عرب بيروجوا لهذا الشيء. فيعني ارجع اقول هي الصومال دوله مظلومه اعلاميا خصوصا في بين الدول العربيه، لكن ما توصل لمرحله انه الانسان ما يعرف يشغل مخه، انه يعني يعرف انه هذا الشيء صح من خطا، يعرف انه بعض الناس يبتكروا مجرد بعض البوستات فقط حتى يلاقي اكثر كميه من الاعجاب، اكثر لايكات. يعني وصلنا لزمن انه الواحد ممكن يكذب او يفتعل او يخترع شيء ما فقط لينال اعجابات، ينال مشاهدات ما الى ذلك. اتمنى انه الفيديو هذا يعني وضح بعض المفاهيم، لانه يعني مفاهيم جدا مغلوطه. يعني عادات الصومال، في عادات من الصومال يعني انه بتكون كل بلد بيكون له عادات مختلفه، لكن ما توصل لعادات انه الزوج يمد يده على زوجته. المراه الصوماليه امراه حره ابيه، ما تسمح لاحد انه يعني يتعدى عليها. غير كذا انه اصلا الرجل الصومالي مستحيل انه اي رجل عاقل ما مستحيل يمد يده على الحرمه اللي او الانسان اللي اختارها انه يكمل معاه اول ليله معاه يظهر انه قوي. طبعا باستثناء بعض الحالات الشاذه اللي بيكون خلل في الشخص نفسه، لكن هذا لا يعتبر ابدا من عادات الصومال والصوماليين، بحيث ما تمت هذه العاده باي صله الى الصومال. اتمنى انه صححت بعض هذه المفاهيم، كان الموضوع هذا كان لازم اتكلم عنه. لا تنسوا الاشتراك ودعم القناه.
أتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم.